في الفيديو دوت انا هتكلم معاك على افضل وارخص واسرع واسهل طريقه تسحب بيها فلوسك من على ابورك. مش بس كده، هاجي في اخر الفيديو برضو اقول لك ازاي بقى لو حابب انت تسحب فلوسك بالدولار في ايدك تعمل ايه بالظبط. خليك معايا لحد اخر الفيديو عشان ما تفوتكش حاجه. ركز قوي في الفيديو ده يا جماعه عشان انا هقول امثله بالارقام كمان، فحاول انت تدي اهتمام شويه. اول حاجه بقى لازم تبقى عارفها عشان في ناس كتير جدا بتتلخبط في الموضوع دوت وبتفضل تسال اسئله كتير جدا في الحته دي، هي ان انت عشان تشتغل مش لازم تكون رابطه بحساب بنكي ولا لازم تكون رابط ابورك بتاعك بباي بال ولا اي حاجه. انت اشتغل عادي جدا والفلوس لما بتجيلك كده كده انت اصلا ابورك بيشيلها لك. لما تحب تسحبها ساعتها بقى فكر ان انت تربطه بالبنك ولا تربطه بباي بال، انما عشان تبدا تشتغل انت مش مطالب ان انت تكون رابطه اصلا باي حاجه. فاشتغل ولما تجيلك فلوس ان شاء الله بس ساعتها فكر، قبل كده ما تشغلش دماغك بالموضوع دوت. يلا بقى اقول لك ايه هي الطرق اللي تسحب بيها فلوسك. اول طريقه معانا هي اللي انت من ابورك للبنك على طول، مفيش اي حد في النص، يعني تربط حسابك البنكي بابورك على طول. وهنا بقى مش هتفرق البنك اللي انت بتتعامل معاه، ايا كان البنك اللي بتتعامل معاه اربطه على طول بابورك. طيب الطريقه الثانيه بقى ايه هي؟ الطريقه الثانيه هي عن طريق ان انت تحط وسيط في النص، والوسيط دوت هو بقى ممكن يبقى باي بال او بايونير. يعني مش هتبقى شبه من ابورك للبنك على طول، لا هتبقى من ابورك لباي بال، باي بال للبنك. انا في الفيديو ده هتكلم عن باي بال لان انا ما عنديش خبره قوي او ما اتعاملتش قوي على البايونير، فانت عندك من ابورك لباي بال ومن باي بال للبنك بتاعك. طيب في حاجه بقى لازم تبقى عارفها في الطريقه الثانيه. اول حاجه هي ان انت عندك لازم تكون الاسم بتاعك في الثلاث اماكن مظبوط بالظبط ومفيش ولا حرف متغير. يعني ايه؟ يعني انت اسمك في البنك هو اسمك في باي بال هو اسمك بالظبط فين في ابورك، عشان لو في حرف فيهم مختلف في واحد من الثلاثه هيجيب لك ايرور ويقول لك ان الاسم مش متطابق ومش هيرضى يربطهم ببعض، فلازم تبقى عامل حسابك في حاجه شبه ديت. تاني حاجه هي اللي بيتربط بباي بال هو فيزا مش ماستر كارد. يعني لما تيجي تقول للبنك بتاعك انا عايز الكريدت بتاعتي تقول له انا عايز فيزا مش عايز ماستر كارد. تالت حاجه بقى ولازم تبقى واخد بالك منها ان انت باي بال مش بيتربط بالبنك، باي بال بيتربط بالكريدت اللي البنك مديها لك. يعني ايه؟ انت دلوقتي بتيجي تخش على باي بال، باي بال بيقول لك تحب تلينك بنك ولا تلينك الكارد بتاعتك، بتعمل لينك كارد. تمام؟ لما تيجي بقى تعمل لينك كارد بتدخل بقى البيانات بتاعتك والاكسباير ديت والكلام ده كله واسمك والكلام ده. ايه بقى الفكره هنا؟ اللي انا عايز اقول لك ان انت لو الكريدت بتاعتك ضاعت فبتضطر انت توقفها، طبيعي جدا. طيب تمام، هنا بقى تضطر تعمل ايه؟ اللي انت باي بال تشيل الرقم وتشيل الكريدت اللي انت كنت رابطها وتحط الكريدت الجديده اللي انت طلبتها من البنك. ما ينفعش تيجي تقول انا كده كده هحول على الكريدت الاولانيه وهي كده كده فلوس هتخش في حسابي. انت طالما وقفتها فباي بال دلوقتي ما فيش اي حاجه يقدر يوصله للبنك، لازم تربطه بالكريدت كارد الجديده بتاعتك واللي هي زي ما قلت لك الخطوه الاولى اللي هي تكون فيزا مش ماستر كارد. تمام؟ طب انا دلوقتي عندي كام بنك اقدر اتعامل معاه عشان يربط باي بال؟ بنوك كتير جدا تقول لك احنا ما بنتعاملش مع باي بال. تمام؟ جربت كذا بنك وقال لك لا، تيجي بعد ما تعمل الاكونت كل حاجه يقول لك لا احنا كده كده اصلا ما بنتعاملش مع باي بال. فايه هي البنوك؟ اول حاجه انت عندك اثنين، اول واحد هو بنك اسكندريه وده يعتبر سهل جدا لو انت اقل من 25 سنه. تمام؟ تقدر تروح تعمل حساب الشباب وهقول لك بالظبط دلوقتي. الطريقه الثانيه هي مش بنك، هو البريد المصري وعن طريق الكارت بتاع ايزي باي. طيب اول طريقه هي بتاعت بنك اسكندريه دي، انت كل اللي عليك انت تروح تقول لهم لو انت اقل من 25 سنه انا عايز افتح حساب الشباب. هيجي يقول لك تمام هات بطاقتك وهات اثبات كود لو انت طالب، او ممكن ما يقولكش كمان عايز اثبات كود بما ان انت كده كده في البطاقه بتاعتك هيبقى مكتوب ان انت طالب، بس اكد عليهم ان انت تقول لهم انا عايز الكارت بتاعي يبقى من نوع فيزا مش ماستر كارد. هقولها تاني عشان ناس كتير جدا بتاخد ماستر كارد في الاخر تيجي تقول لك هو باي بال مش عايز يتربط ليه؟ لا فيزا. طيب المهم هتاخد بعد كده الكارت بتاعهم، هو بيجي لك في خلال من 10 ايام لاسبوعين، انا جاي لي بعديها باسبوعين. بعد كده تروح باي بال زي ما قلت لك وتربطه ايه؟ لينك كارت وتدخل البيانات بتاعتك وتدخل اسمك والكلام ده كله وايه؟ وهيتربط على طول. بس هنا بقى الفكره في حاجه، اللي انت الكارت بتاعك لازم يكون فيه بتاع $1 و95 سنت، ودول باي بال مش بياخدهم، هو بس يا دوب بيسحبهم ويرجعهم لك تاني عشان يتاكد ان انت صاحب الكريدت كارد ديت ويتاكد ان ايه يعني اللي هي اتربط تمام يعني. بعد كده بيبعت لك بقى رقم الاو تي بي اللي هو وان تايم باسورد بيبعته لك على موبايلك، بما ان انت كده كده وانت بتعمل حساب بيبقى مسجل موبايلك ومسجل الكلام ده كله فهو بيبعته على موبايلك. طيب الطريقه الثانيه بقى بتاعت ايزي باي دي عن طريق ان انت بتروح البريد بتدفع حاجه 20 جنيه وتيجي تقول لهم انا عايز الكارت بتاع ايزي باي، بيقولوا لك خلاص تمام وايه بتملى بياناتك والكلام ده كله وبيوصل لك في خلال يوم او يومين. بتتصل بعد كده بالخط الساخن بتاعهم وتقول لهم اللي انت عايز تفعله، بعد ما بتفعله تروح جاي رايح نفس الكلام بالظبط لباي بال وتقول له انا عايز اعمل لينك للكارت ديت، وبعد كده يجي يقول لك ايه خلاص تمام ماشي حط فيها 1.95 دولار يعني 95 سنت اللي هو حوالي 60 جنيه لو الدولار دلوقتي ب 30 جنيه. وبعد كده هو بيسحبهم ويرجعهم لك تاني ويبعت لك الاو تي بي اللي هو الوان تايم باسورد برضه. بس هنا بقى الفكره في حاجه، مش بيجي لك على الموبايل، بيجي لك ايه؟ بيجي لك على الحساب بتاعك، فانت بتتصل بالخط الساخن بتاعهم وتيجي تقول لهم اللي انت عايز ايه؟ الكود اللي هو جالكم، فبعد ما تاخد الكود بتحطه تاني على باي بال ويبقى كده الحساب اتربط. كده هي الطريقه بتاعت من ابورك لباي بال، باي بال للبنك.
بكارت البنك بقى زي ما قلت لك. طب اول طريقه زي ما احنا كده عشان بس ايه خليك مجمع، اول طريقه هي من ابورك للبنك ايا كان البنك بتاعك. تاني طريقه هي من ابورك لبيبال، بيبال للبنك بتاعك. انت كده كده ابورك بيقول لك ان انت ممكن تحط الاثنين، يعني انت ممكن تربط ابورك بالبنك، ممكن تربط ابورك ببيبال، تمام. ولما تيجي تحول لك فلوس عايز تحولها انت بنفسك تختار بقى انا عايز احول بالطريقه دي ولا عايز احول بالطريقه ديت. يعني مش هيجي يقول لك هي طريقه واحده، لا عادي طريقتين عادي زي ما انت عايز. يا جماعه قولوا لي لو انا بتكلم بسرعه عشان انا برضو اعملوا السبيد بتاعته على نص، طيب عشان لو انتوا حاسين ان انا بتكلم بسرعه. تعالى بقى طب نشوف انه احسن بالنسبه لنا وارخص. هقول لك ليه، على حسب المبلغ اللي انت بتحوله. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي مثلا لو حولت مبلغ $100 تمام، فاكيد طبيعي جدا هيختلف بالنسبه لي لو تحول لي عن طريق البنك، وهيختلف اللي هيوصل لي يعني هيختلف لو انا حولتها عن طريق بيبال. كل واحد فيهم اكيد فيه فيز معينه، في فلوس بتتاخد في النص. طب انا دلوقتي عايز اعرف انه احسن واحد. تعال اقول لك الطريقه الاولانيه اللي بتاعت من ابورك للبنك، خليك عارف ان ابورك هنا بياخد فيز $1 ايا كان المبلغ اللي انت هتحطه. وبعد كده بعد ما ياخد منك $1 بيجي يقول لك انا مسؤول اصلا عن تحويل صرف العمله، يعني تحويل العمله. فيجي الدولار مثلا بعد ما كنت هتحوله 30 جنيه سعره في البنك، يجي يقول لك لا انا هحوله ب 29 جنيه، هو بيبقى اقل بجنيه من البنك، تمام. فيبقى كده ايه اللي هيحصل؟ انت مثلا معاك $100 تمام، فتيجي بعد كده تحوله من ابورك للبنك، يجي يقول لك انا هاخد منك دولار فيبقى 99. طب ال $99 ده هتحولهم لي على طول؟ يقول لك هحولهم لك على طول، بس مش هحولهم لك ب 30 زي سعر البنك، لا انا هبقى اقل من سعر البنك بجنيه، فبالتالي هحول لك $99 هحول لك الدولار بكام؟ ب 29 جنيه. طب الطريقه الثانيه بقى هي اللي بتاعت ابورك لبيبال، بيبال للبنك بتاعك. هي باختصار ان انت ابورك مهما كان المبلغ اللي انت هتحوله لبيبال هياخد منك $2، $2 تمام. ومن بيبال للبنك بتاعك هو هيجي يقول لك بقى على حسب، لو انت هتحول في نص الشهر تمام انا هاخد منك $5، ولو انت هتحول اللي هو التحويل الاوتوماتيك بتاع بيبال اللي بيحولوا لك يوم واحد في الشهر مش هياخد منك اي حاجه. فبالتالي مثلا لو انت عايز تحول مثلا $100 فهيجي يقول لك ابورك هياخد منك $2. طيب لو هيجي ياخد منك $2 بيبال هيجي يقول لك احنا دلوقتي في نص الشهر، انت اتزنقت مثلا ومحتاج تسحب فلوس دلوقتي، فهيجي يقول لك لا احنا في نص الشهر فانا هاخد منك $5، فال $98 اللي وصلوا لي انا هاخد منهم 5، فبالتالي هيوصل لك $93 على البنك. طب انت دلوقتي مثلا لو استنيت قلت لا انا كده كده هحول اول كل شهر ومش هسحب في النص، فال $98 اللي جوا لك على بيبال هيحولهم لك $98 زي ما هم بالظبط من غير اي خصم. في حاجه بقى هنا في النص لازم تبقى عارفها، ان بيبال كده كده بيحول لك اصلا ايه بسعر البنك بس مش من نفسه، لا هو لازم تيجي تخش انت على الدعم بتاع بيبال على تويتر، وهسيب لكم اللينك بتاعهم تحت، وتيجي تقول لهم ان انا عايز احول سعر العمله بتاعتي للدولار مش الجنيه، عشان بيبال لما بيجي يحول لك بالجنيه هو برده بيعمل نفس الحركه بتاعت ابورك، يقول لك ايه لا انا هنزل لك سعر الجنيه سعر الدولار جنيه، فهاجي احوله لك بدل ما هو ب 30 هحوله لك برده انا كمان ب 29. طب ما انت كده ما استفدتش حاجه. لا فانت تخش على الدعم بتاعهم وتيجي تقول لهم ان انا عايز احول العمله بتاعتي على بيبال، خلي بدل الجنيه هخليها دولار، وهكتب لكم برده في الديسكربشن تحت ايه هو النص بالظبط اللي تقوله له وهو هيبعته لك، وهيطلب منك حاجه واحده بس، ايه هو الايميل بتاعك، وبعد كده الباقي سهل جدا وخلاص كده يعتبر هو حول لك العمله فهتوصل لك بكامله زي ما هي سعر البنك عادي. فعشان برضو اجمع لك دماغك كده يبقى كده من ابورك للبنك $، وبيخصم وبيخلي سعر الدولار 29 جنيه بدل 30، اقل من سعر البنك بجنيه، تمام. طب من ابورك بيبال للبنك تاني هياخد ايه $2 ايا كان المبلغ. بيبال هيجي يقول لك لو انت في نص الشهر هاخد $5، لو انت في اول الشهر اللي هو التحويل الاوتوماتيك مش هاخد منك اي حاجه. طيب انه احسن بقى بالنسبه لنا؟ هقول لك على حسب المبلغ اللي انت هتحوله، انت احسبها ومخلي معاك آلة على جنب، احسبها. لو انت معاك $100 دلوقتي تمام، فجيت حبيت ان انت تحول على من البنك من ابورك للبنك على طول، فهتيجي تبص ابورك هياخد منك $، هيبقى معاك كام؟ $99. بعد كده تيجي بقى تحول $99 دول تيجي تحولهم للبنك، هيجي يقول لك ابورك ايه؟ انا عندي سعر تحويل الصرف تحويل العمله جنيه اقل من سعر البنك، فبالتالي ال $99 دول مش هضربهم لك في 30، لا انا هحولهم لك ب 29 جنيه للدولار، فبالتالي 99 في 29 2871 جنيه، تمام. احفظ الرقم دوت. طيب انما بقى لما تيجي تحول على الطريق الناحيه الثانيه اللي هي الطريقه الثانيه ابورك لبيبال وبيبال للبنك، فانت دلوقتي ابورك هياخد كام؟ $2، فهيبقى معاك كام؟ $98. طيب لو انت هتحول في نص الشهر فبيبال هيجي يقول لك انا هاخد $5، فبالتالي هيتبقى كام؟ $93. فال $93 دول لما تيجي بقى تحولهم للبنك بتاعك، وطبعا زي ما قلت لك تكون انت اصلا قايل بيبال حول لي سعر العمله بتاعتي للدولار عشان يحولوا لك ب 30 جنيه، فتيجي تحول بقى $93 دول للبنك بتاعك هيبقوا كام؟
هيطلع لك 2790. خدت بالك بقى الفرق كبير قد ايه؟ طب تعالى بقى نشوف لو انا بي بال قلت مثلا انا عايز احول في اول الشهر، فبالتالي هيحول لي اوتوماتيك من غير ما يخصم 5 دولار ولا يخصم اي حاجه. فهتبقى عندي 100 دولار هيتخصم منها 2 دولار بس، هيتبقى لي كام؟ 98 دولار. وهيحول لي بي بال للبنك ب 30 دولار برضه، ب 30 جنيه للدولار. فبالتالي 98 دولار في 30 تبقى كام؟ بقت 2940. فبالتالي كده احسن طريقه هي ان انت تحول لبي بال وتستنى اول كل شهر. دي احسن طريقه ليه؟ عشان بتخصم لك 2 دولار بس. تاني بقى ارخص طريقه هي ان انت تشوف الاول المبلغ اللي انت عايز تحوله، لان هي هتختلف على حسب المبلغ. فبالتالي لا، هنا ساعتها هقول لك لو المبلغ كبير خليك في بي بال برضه، لو المبلغ صغير خليك مع مين؟ خليك مع البنك، لان ساعتها ال 29 جنيه دول مع المبلغ صغير مش هيبقى مشكله يعني فرق الجنيه دوت. انما لو هو مبلغ كبير زي ما قلت لك خليك مع بي بال. يبقى كده تاني واحده واحده. اول احسن طريقه هي ان انت تحول عن طريق بي بال لو هتحول اول كل شهر. الطريقه الثانيه هي لو انت المبلغ كبير حوله عن طريق بي بال، سواء بقى نص الشهر او في اول الشهر مش هتفرق، هو كده كده الافضل. انما بقى لو المبلغ صغير تمام، يبقى ساعتها حوله عن طريق البنك على طول. طب هتيجي تقول انا اعرف ازاي؟ هقول لك معاك آلة حاسبه عندك على الموبايل جرب كل طريقه. يلا بينا بقى اقول لك ازاي بقى تسحب فلوسك بالدولار لو انت عايز تاخدها في ايدك بالدولار. طيب اول حاجه، ودي الطريقه اللي احنا جربناها، انا ما اعرفش بقيه البنوك هتعمل ايه، بس هي ديت البنك اللي احنا عملنا معاه، هو بنك كيو ام بي. تروح بنك كيو ام بي تقول لهم والله العظيم انا عايز افتح حساب بالدولار. هيقول لك انت جايب دولار منين وانت شغال ايه؟ تيجي تقول له انا شغال فريلانسر على موقع اب وورك، هيجي يقول لك اثبت لي دوت. في حاجه اسمها سيرتيفيكت اوف ايرنينجز، دي عباره عن شبه كده ايه الاتش ار ليتر اللي البنك بيطلبها منك، ودي بتجيبها عن طريق اللي انت تخش على النافيجيشن بار اللي فوق خالص، هتلاقي كلمه ريبورتس، بتقف عليها بيطلع لك قائمه. القائمه دي اخرها خالص تحت هي سيرتيفيكت اوف ايرنينجز، بتاخدها تطبعها تمام وتروح بيها البنك وتوريها لهم. هيجي يقول لك خلاص تمام مفيش اي مشكله، بس هي في حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان انت عشان تفتح حساب بالدولار تمام، يا اما تفتح لازم يخلوك تفتح حساب بالجنيه المصري وبتحط فيه 1000 جنيه باين محطوطين فيه تمام، وبعد كده اوتوماتيك لما بتيجي تحول بالدولار بيتفتح لك حساب دولار، يا اما تجيب لهم 500 دولار في ايدك وتقول لهم اهوت انا عايز افتح حساب بالدولار، وساعتها برده هم بيفتحوا حساب اوتوماتيك ايه بالجنيه بالمصري ويتفتح لك حساب بالدولار على طول. المهم يعني عشان تبقى عارف الخطوات، تاخد السيرتيفيكت اوف ايرنينجز ديت اللي هي الاتش ار ليتر بتاعت ابور، وتروح البنك وتقول لهم انا عايز افتح حساب بالدولار. خد بالك بقى من حاجه، لو قال لك لا احنا ما عندناش الكلام دوت، فممكن يكون الشخص اللي قاعد قدامك هو ما عندوش المعلومه ديت، فبالتالي روح فرع تاني او اطلب ان انت تروح مع موظف تاني، لان ديت حصلت برده مع ناس ان هم راحوا وقالوا لهم لا ما ينفعش، وجربوا فرع تاني وقالوا لهم ينفع. كده ان شاء الله الحمد لله خلصنا الفيديو بتاعنا. لو شفت اي حد في اي وقت يسال على ازاي يا جماعه احسن طريقه وافضل طريقه اسحب بيها فلوس، ووري له الفيديو دوت عشان يستفاد ان شاء الله زي ما انت استفدت كده بالظبط. ولو الفيديو دوت عجبك اعمل سبسكرايب، عشان عايز اقول لك ان الفتره اللي جايه برده انا هنزل حاجات تانيه ليها علاقه بابورك وليها علاقه بالفريلانسنج وليها علاقه اصلا بالبيرسونال فاينانس، فخليك متابعين عشان ما يفوتكش اي حاجه. باي باي.